السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة مع بعض هنعمل احلى صينية قرنبيط في الفرن، هيحبها الكبير والصغير، ومن كتر حلاوتها وجمالها هتعمليها على طول ما القرنبيط موجود في السوق. وصفة صحية بدون قلي، خفيفة جدا، تنفع غدا او عشاء، وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت، شهية ومشبعة. شايفين شكلها؟ ما شاء الله، طالعة جميلة جدا، تحفة. أكلة شتوية رهيبة، طعمها بجد جميل جدا. يلا نبدأ الفيديو على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش تشجعوني بلايك، ويلا نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ على طول. في البداية كده عندي قرنبيطة بحجم متوسط أو حجم كبير اللي انت عاوزاه. اللي أنا استخدمتها النهاردة حجمها صغير مايل للوسط. هنشيل الورق الأخضر من عليها وهقطعها قطع صغيرة أو كبيرة، مش هتفرق. ممكن نقشر العروق بتاعتها أو نسيبها. أنا هقشرها وهشيل جزء كده من العروق لأنها كبيرة شوية. بنحاول نشيل أي حاجة مش ظريفة على القرنبيطة، وبعد كده بناخدها وبنغسلها تحت الحنفية غسلة كويسة جدا. وصفة القرنبيط بتاعت النهاردة بتناسب الناس اللي بيعملوا رجيم وعاوزين يبعدوا عن أي زيوت ودهون، لأن الزيت اللي فيها قليل جدا جدا، وكمان مكوناتها كلها صحية. خلاص كده خلصنا القرنبيطة، هاخدها بقى وهغسلها واصفيها وارجع لكم تاني. عندي هنا حلة فيها مية داخلة على الغليان أو بتغلي، مفيش مشكلة. هحط فيها معلقة كبيرة من الملح، والملح هنا على حسب كمية المية اللي انت حطاها. المهم يبقى طعمها حلو، يعني علشان تخلي القرنبيطة طعمها حلو، قلبها حلو من جوه. هضيف كمان معلقة من الكمون، معلقة كبيرة. والكمون هنا فايدته انه بيمنع الانتفاخ، يعني بيريح المعدة كده، وكمان بيدي ريحة كويسة للقرنبيط. هقلب الملح والكمون في المية، وبعد كده هنزل بقطع القرنبيط. هسيبه بقى في المية على النار يستوي 3/4 سوا. هياخد حوالي من 7 ل8 دقايق بعد الغليان. تمام. تعالوا بقى نشوفه كده. هنطلع واحدة ونختبرها بالشوكة. لو الشوكة دخلت في العروق بسهولة يبقى كده القرنبيط استوى. زي ما انتوا شايفين اهوت، واضح قوي ان القرنبيط استوى وبقى كويس كده. ما تسويهوش اكتر من كده عشان ما يتهريش. تمام. هطفي النار وهطلعه بقى في مصفى علشان يصفي ميته تماما. وبعد كده هنسيبه على جنب يبرد، يعني عايزاه يبرد تماما، وبعد كده نشتغل فيه. عندي هنا حزمة خضرة مشكلة، شبت وكزبرة وبقدونس. شلت منها اي حاجة وحشة، نضفتها يعني، وبعد كده غسلتها كويس. هشيل بقى منها العروق